ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. معاكم ماما منى من مطبخ بنت الاصول. النهارده هنعمل وصفه كل ولادنا بيحبوها ويحبوا ياكلوها بره جدا، وهي الكانيلوني بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي، اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس. بجد الطريقه سهله قوي ومش مكلفه خالص. بجد حاجة كده لطيفة وظريفة وخفيفة قوي، وهتعجبكم جدا ما شاء الله. بصوا، حاجة بجد وهم. لازم تجربوها. الأولاد بتحب دايما الأكل اللي هو الخفيف الناشف كده. بصوا، وقعت مني وانا بحطها، بس هم فعلا قاعدين حواليا وبصوا. يلا احنا عايزين ندوق، احنا عايزين ندوق. فعملتها بجد تحفة وطلعت جميلة والنتيجة بتاعتها مرضية جدا وسهلة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب ونبدأ كده في تعصيج اللحمة بتاعتنا. أنا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. حطيت معلقتين من الزيت وحطيت عليهم ربع كيلو لحمة مفرومة، وحطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والملح وبهارات اللحمة. بس هي دي التوابل اللي أنا محتاجاها في اللحمة بتاعتي. أنا مش محتاجة أغير نكهتها ولا أي حاجة. هي السبع بهارات اللي احنا بنحطها للحمة هي اللي أنا حطيتها. وهبدأ أعصج اللحمة كده، وعملت بصلتين في الكبة. بعد ما اللحمة بدأت في السوا بتاعتها رحت حاطة البصل، وهبدأ بقى اسيبهم يتعصجوا مع بعض. وهنا كان عندي كاتشب، انتي ممكن تحطي معلقتين صلصة وتستغني عن الكاتشب، بس انا حبيت الكاتشب هيدي نكهة ومزازة كده وطعم لذيذ فيها، وهيدي لون حلو قوي كمان للحمة بتاعتي. هسيبهم يشربوا مع بعض كده، وهاجي في حلة تانية على النار. حطيت معلقتين كبار من السمنة وعليهم 4 معالق كبار من الدقيق. انا محتاجة اعمل بشاميل كتير شوية، لاني هعمل صينيتين. هبدأ اقلب السمنة مع الدقيق لحد الدقيق ما يمتزج مع السمنة تماما ولونه يصفر زي ما انتم شايفين كده. بصوا القوام بتاع السمنة والدقيق بقى عامل ازاي. زي ما انت شايفة كده هتقلبي فيه شوية لحد ما يتحمص او يستوي الدقيق في السمنة ويدي لون ذهبي زي ما انت شايفة. هنزل بقى باللبن بتاعي. انا اللبن ده كان مغلي ومحطوط في التلاجة وليه وش، فكان عامل دسامة كده، فهيدي طعم لذيذ جدا للبشاميل. ممكن تحطي تزويد نكهة، تحطي معلقتين لبن بودرة. بنوتي كانت قاعدة عمالة تقلب عشان عايزة تشوف الطريقة آه، في البشاميل وتعرف انا بعمل البشاميل ازاي. البشاميل بالطريقة دي انت ايدك ما تبطليش تقليب فيه، ويفضل لو انت بتقلبي بمضرب يدوي. انا هنا حطيت فلفل اسمر، لو في فلفل ابيض تمام. ما بحطش على البشاميل اي حاجة غير فلفل اسمر وملح، او فلفل ابيض وملح بس. وافضل اقلب في البشاميل بتاعي. حطيت كيلو لبن، كيلو لبن على 4 كوبايات من الدقيق، وهبدأ أقلب لحد ما يبدأ يغلي معايا ويبدأ القوام يتقل زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله البشاميل اللي معايا حلو جدا. انا مش عايزاه تقيل قوي ولا عايزاه خفيف، انا عايزاه مظبوط زي ما انت شايفه كده. لو حسيتي ان في حبه كلاكيع ممكن تضربيه في الخلاط او تعمليه بالمضرب. انا عامه كل ما بضرب فيه كل ما الكلاكيع او ان هو في كلاكيع كده هتروح. جيت هنا بقى انا كده اللحمه بتاعتي متعصجه معايا تمام، والبشاميل ما شاء الله جميل. هو سخن طبعا. دهنت الصينيه بتاعتي. هبدا احط 3 مغارف كده من البشاميل بتاعي، وابدا جبت المكرونه بتاعتنا. هي مكرونه اسطوانيه كده الشكل زي ما انتم شايفين. هم سهلوا علينا كل حاجه بصراحه. بدات احشيها لحمه مفرومه معصجه. طبعا اللحمه سخنه معرفتش امسكها بايدي، فبدات اعمل بالمعلقه كده زي ما انتم شايفين لحد ما املى ال الصوابع بتاعت المكرونه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بجد سهله، هي مش غاليه.
هي العلبة كلها على بعضها ب12 جنيه. هتلاقيها متوفرة في السوبر ماركت. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. بصي، سهلوا علينا كل حاجة، بقت كل حاجة سهلة جدا بالنسبة لنا. هتبدأي تحشيها كده زي ما انت شايفة، وهبدأ ارصها كلها جنب بعضها. هعمل لكم واحدة كمان. طبعا انت ممكن تستني لما اللحمة تبرد شوية. انا كنت مستعجلة وكنت بنجز بصراحة. عملت زي ما انت شايفة كده، هي تاخد مني وقت شوية. بس حلوة قوي، والنتيجة طلعت جميلة ما شاء الله. بصوا، كده الحشوة بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين. تبدأي ترصيها كلها جنب بعضها بنفس الشكل ده زي ما انت شايفة كده. انا هنا خلصت بعد ما حشيت الكمية كلها بتاعتي. جبت البشاميل بتاعي وبدأت كده احط البشاميل على الوش. لازم تمليها بشاميل جامد، لان هو ده اللي هيسويها. وزي ما قلت لكم قبل كده، انا مخليه البشاميل بتاعي خفيف شويه، مش مخليه تقيل، عشان هي هتستوي فيه. لازم كل حته فيها تكون غرقانه من الصوص الابيض بتاعنا او صوص البشاميل اللي احنا عاملينه ده، عشان تستوي وتبقى حلوه معاكي، وتبقى طعمها جميل كده معاكي وطريه ولذيذه معاكي. زي ما انت شايفه انا مليتها كلها بالبشاميل. طبعا انا عندي جبنه موتزاريلا. ممكن تحطي ميكس جبن زي ما انت حابه. بدأت كده احط على وشها كمان جبنه موتزاريلا. بتديها نكهه وطعم لذيذ. دي اختياري، ممكن ما تحطيهاش. كنت مولعه الفرن على درجه حراره 180. سبتها نص ساعه في الفرن. وهنا اهي بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله جميله. نتيجه حلوه جدا، تحفه. عجبني. زينتها بعيدان من البقدونس كده زي ما انت شايفة. بنوتي كانت عمالة تصور يمين وشمال، معلش اسفة. بس شكلها حلو قوي. ما شاء الله. ما خدتش وقت مني. سهلة جدا وبسيطة. هتشرفك في اي عزومة تقدري تعمليها. من ربع كيلو لحمة هتعملي حاجات كتير قوي. ان شاء الله هنزل لكم الفترة الجاية في وصفات بسيطة وموفرة جدا في ظل الظروف اللي احنا بقينا فيها دي. وازاي نوفر في البيت، وازاي نستغل ابسط الاشياء ونعملها. بجد بصي ما شاء الله. هقطعها. طبعا انت ممكن تستني شوية تهدى، بس هي كانت سخنة جدا معايا وطالعة ما شاء الله، طالعة بسهولة جدا من الصينية بتاعتي. شايفين الشكل؟ ب- وقعت مني. بس ما شاء الله كانت حلوة قوي وعجبتني وعجبت الأولاد. بتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، مش مكلفة خالص. تخيلي ربع كيلو لحمة عمل لي صينيتين كبار ما شاء الله، كانوا حلوين قوي. وكيس حلو. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك.